بيبدأ فيلمنا بحكاية سوبرمان من وهو صغير، وبيكون الكوكب بتاعه بيتدمر وباباه ومامته بيركبوه في سفينة فضائية وبينزلوه للأرض علشان ينقذوه. بتعدي سنين وبيتربى سوبرمان مع أسرته من الأرض، وبيشتغل مراسل صحفي وبيتجوز لويس وبيخلف طفل صغير وبيسميه جونسون. هنا بنشوف جونسون وهو بيتابع الجرايد وبيقول لمامته انه كان بيتمنى يكون اهله بيشتغلوا حاجه مثيره عن كده، فبتقول له مامته انها مش فاضيه ولازم تجهز لحفله عيد ميلاده. بتطلب منه انه ما يدورش على الهدايا بتاعته، لكن طبعا اول ما بتمشي بيلف وبيدور في البيت كله وبيلاقي بدله سوبرمان تحت سرير باباه. لكن جونسون مش بيركز وبيكمل بحث، وهنا بيلاقي علبه الهديه في الدولاب وبينزلها علشان يشوف فيها ايه. لكن في اللحظة دي بيوصل سوبرمان وبينادي عليه، فبينزل جونسون وبيسأل باباه عمل ايه في شغله، فبيقولوا انه كان مع بعثة علمية واكتشفوا حاجات مهمة تخص النمل. وبالليل بيقعدوا يتكلموا عن عيد الميلاد، لكن فجأة بيشوف سوبرمان جسم غريب مولع في العمل ونازل على الأرض. هنا بيقول لجونسون إنه لازم يمشي حالا لأنه عنده ميعاد مهم، لكن بيوعده إنه هيحضر معاه مباراة البيسبول تاني يوم. طبعا بيتحول لسوبرمان وبيطلع الجسم ده للفضاء وبيروح يطمن على مقر أبطال العدالة، فبيلاقي إن في فجوة كبيرة، فبيستخدم أشعة الليزر من نظره وبيصلحها. وبيكلم جرين أرو في برج المراقبة وبيسأله عن اللي بيحصل، فبيقولوا إن في جسم فضائي خبطهم. وبعد ما سوبرمان بيمشي بيسمع أرو صوت غريب، فبيبدأ يتحرك يشوف في إيه، لكن فجأة بيظهر كائن طفيلي اسمه ساترو وبيستولى عليه. تاني يوم بيكون ميعاد مباراة البيسبول بتاعت جونسون، وللأسف مش بيقدر سوبرمان إنه يروح، فبيخسر جونسون وما بيعرفش يلعب، وبيفضل زميله ميلفن بيتنمر عليه. في البيت بيرجع سوبرمان وبتقوله لويس انه لازم يصارح جونسون بالحقيقة. فعلا بيروح سوبرمان على أوضة ابنه وبيقول انه عايز يكلمه، لكن جونسون بيرفض وبينزل من الشباك على الأرض وبيفضل يجري وهو متضايق. فجأة بيطلع ليزر من عينيه وبيولع الدنيا، وبيحس جونسون بالخوف وبيرجع بسرعة يستخبى. لكن بيروح سوبرمان وبيظهر قدامه بشكله الخارق، ومش بيصدق جونسون من الفرحة وبيفضل يسأل على قدراته الخارقة اللي ورثها منه. فبيقول له سوبرمان انه هياخده مقر ابطال العدالة وهيفحصه، وبيروح واخده على ظهره وطاير بيه. وفي الفضاء بيشوف باتمان بيضرب الاشرار، وبيوصلوا كهف باتمان، وبيتعرف جونسون على داميان ابن باتمان وبياخده داميان علشان يعمل له الفحص. لكن داميان بيرمي جونسون في الحفرة علشان يتأكد انه مش بيطير، وبيلحقوا سوبرمان في اخر لحظة، وبينفعل باتمان على داميان وبيطلب منه يرجعه مكانه. وبيقول لسوبرمان انه عنيف جدا، وبيسأل باتمان على جرين أرو، فبيقول لسوبرمان انه كان موجود في المقر بالليل، لكن الغريب ان باتمان مش عارف يتواصل معاه. في اللحظة دي بينزل جونسون يتفرج على المكان، فبيشوف داميان وهو بيتكلم مع وندر، وبيعرف انه طلع من الفرقة لانه عارفه مش بيتحكم في نفسه، وبيقوم يطمن على البقرة بتاعته. هنا بيكلمه جونسون وبيقول له ازاي يتعامل مع البقرة، لكن داميان بينفعل وبيقول انه حفيد راس الغول القاتل المشهور ومش مستني واحد زيه يقول له يعمل ايه مع البقرة. في الوقت ده بيقدر باتمان انه يكلم جرين أرو اللي بيقول لهم انه فقد الاتصال بسبب الخبطة اللي حصلت، لكن سوبرمان بيلاقي ان في حاجة غلط وبيقرر يرجع ابنه للبيت وبيروح يتأكد بنفسه. وفعلا بيروح على طول مع باتمان، لكن اول ما بيوصلوا بيواجههم الفضائي. وتاني يوم بيروح جونسون المدرسة وهو لابس تيشيرت سوبرمان، وبيقابله زميله المتنمر وبيفضل يضايق فيه، وفجأة بيزق جونسون من غير ما يقصد فبيطيره من قوته. في اللحظة دي بيقف جونسون بكل شجاعة وبيواجه ميلفن، وبنشوف دايما في الكهف بتاعه فجأة بيدخل الكائن الفضائي وهو محتل جسم باتمان، لكن دايما بيحس بيه وبيقطع ايده قبل ما يوصله. فبيظهر الكائن الطفيلي على باتمان وبيواجهه دايما علشان يستولى على جسمه هو كمان، لكن بيقدر باتمان انه ينتصر عليه ويرميه في الحفرة. فبيتواصل مع سوبرمان اللي هو كمان سيطر على الكائن الفضائي علشان يكملوا خطتهم، وبيقدر دايما انه يطلع من الحفرة ويعرف اللي حصل. وبيشوف على الشاشة ان الوحيد اللي لسه ما تأثرش هو جونسون، فبيقرر انه يروح ينقذه ويخليه يساعده. في نفس الوقت بيكون المدير بيكلم جونسون على اسلوبه مع ميلفن زميله، فبيقولوا ان ميلفن عنيف لانه بيعاني من مشاكل كتيرة. في اللحظة دي بيشوف جونسون عربية دايما بيروح بسرعة يقابله وبيقوله على اللي حصل وانه جاي علشان يحذره. وقبل ما يمشي بيطلع ميلفن وبيتنمر على جونسون تاني، فبيروح دايما ضربه بكام حركة موقعه. هنا بتظهر لويس وبتطلب من جونسون يروح معاها، لكن بتطلع هي كمان اتصابت بالعدوى. فبيطلع جونسون ودايما يجروا على العربية وبتلحقهم لويس وبتمسك في ازاز العربية. هنا بيروح دايما طاير فوق البحيرة وبيخلي جونسون يقتل الكائن بالليزر اللي من عينيه، وبتقع لويس وبيموت الكائن الفضائي وبتخلص منه. وبياخد دايما جونسون على مقر سوبرمان، وبعد ما بيفتحوا الباب بيتفاجئوا ان في كلب خارج بيهاجمهم، فبيفضل يجري وراهم وبيحاول يقضي عليهم بنظرة الليزر. لكن بيوصلوا عند تمثال جد جونسون اللي بيلاقوه اتحرك، وبيقول للكلب على شخصية جونسون وبيسألهم عن سبب زيارتهم، فبيقول جونسون على ستارو اللي بيحتل أجسام الأبطال.
هنا بيطلع دايمون عينة من ستارو اللي أخدها بعد ما قطع إيده في الكهف، وبيحللها جد جونسون وبيقول لهم إنه كائن طفيلي وبيستولى على تفكير أي حد، وكمان ليه ملك هو اللي بيحرك كل الطفيليات. في اللحظة دي بيفهم جونسون إنهم زي مملكة النمل، وإذا الملك مات كل الطفيليات هتموت وراه. وهنا بيفتكر دايمون إن باتمان وسوبرمان راحوا مقر أبطال العدالة علشان يطمنوا عليه بعد ما خبطوا جسم فضائي، فبيعرفوا إن أكيد ده هو ملك الطفيليات. في نفس الوقت بتروح لويس الجريدة، فبتقابل زميلها جيمي وبتقول على ستارو اللي بيحصل للبشر، وبتقول إنهم عايزين طريقة يوصلوا الخبر لكل الناس. فبيقول لها جيمي إن الوحيد اللي من حقه يقطع الإرسال في أي لحظة ويقول بيان هو الرئيس. وبياخد دايمون وجونسون مركبة سوبرمان الفضائية اللي نزل بيها على الأرض وبيطلعوا على مقر العدالة، لكن أول ما بيوصلوا بيتفاجئوا بكل الأبطال قدامهم مصابين. فبتروح لويس لرئيس أمريكا نفسه وبتحكي له كل حاجة، وبيوافق إنه يساعدها يحذروا الناس. وهنا بنشوف جونسون ودايمون في المقر وهما بيتكلموا مع ساترو الملك، وبيقول لهم إنه بيسير على الكواكب وبيمنع الجريمة والفقر ويخلي كل الناس زي بعض، لكن داميان بيقول انه بيسيطر على عقول البشر. فبيرد عليه ستارو ان ده الحل الوحيد لنشر العداله، وبيأمر الابطال الخارقين بقتلهم. فبيقف داميان بكل شجاعه وبيواجه سهم روبن، لكن جونسون بيروح طاير قدامه وبيجي السهم فيه، وبيزعل داميان وبيفتكر انه مات، لكن بيتفاجئ ان السهم هو اللي اتعوج وجونسون ما حصلهوش حاجه. هنا بيبدأ القتال بين فريق العداله وجونسون ودايمون، فبيضرب دايمون روبن بكل قوته وبتهاجم وندر جونسون. في اللحظه دي بيظهر الرئيس في بث مباشر، وبيطلع هو كمان ستارو سيطر عليه، فبتطلع لويس النار وبتطلع في الكائن الطفيلي اتخلص منه. هنا بيتكلم جونسون من البث المباشر وبتقول ان الحراره بتقضي عليهم، وفعلا بيستخدم جونسون الليزر من عينيه وبيقضي على الطفيل اللي مسيطر على روبن، وبيدخلوا على المكان اللي الملك بيواجهه، لكن اللي بيطلع قدامهم بيكون سوبرمان وباتمان، وبتبدأ المواجهة بينهم وبين أولادهم. في اللحظة دي بيقرر الأولاد إنهم يبدلوا الخصوم وكل واحد ياخد بابا التاني، وفعلا بتنجح الخطة وبيقدروا يضربوهم، وبيدخلوا على مقر الملك ستارو وبيحاول جونسون إنه يقتله بالليزر، لكن ستارو بيكون كبير جدا وقوي وبيضربهم مش بيتأثر، فبيقرروا إنهم يتخلصوا منه بالتضحية بنفسهم. فبيركبوا كل الأبطال في المركبة الفضائية، وبيحط جونسون سوبرمان وباتمان في مركبته وبيرجعهم كلهم الأرض، وبيدخلوا علشان يخلوا المقر يقع على الأرض، فبيتحرق في الغلاف الجوي، وبكده الحرارة تخلص على ستارو. فبيحاول ستارو انه يقضي عليهم، فبيحرقوا جونسون بالليزر في عينيه، وبتنزل المراكب الفضائية الأرض وبيطلع الأبطال منها. في نفس الوقت بتبدأ قوة ستارو تضعف وبيفقد السيطرة على البشر، وكمان بنشوف المقر وهو بيتحرق وبيقع على الأرض وفي جونسون ودايمون، لكن قبل ما يخبط في الأرض بيلحقوا سوبرمان وبينقذهم، وبيطلع ستارو لسه عايش وبيواجه سوبرمان وجونسون بنظرهم الخارق، لكن برضه مش بيتأثر. فبيروح جونسون بنظرة الخارق حارق شجرة وبيمسكها، وبيكون سوبرمان ماسك ستارو وبيلف وبيرميه جونسون اللي بيضربه بالشجرة بكل قوته وبيرجعه تاني للفضاء. وفي النهاية بتتصل وندر بدايمون وبتقول انهم قبلوه تاني في فريق التاينر، لكن دايمون بيقول لها انه مش فاضي وعنده ميعاد، وبيروح مع سوبرمان لمباراة البيسبول، وبيقدر جونسون انه يصد الكورة وبيلعب مع الفريق. وبعد كده بيقعد جونسون مع دايمون وبيفكروا في اسم ليهم، وبيتفقوا ان اسمهم يكون الأبناء الخارقين. وبكده يكون فيلمنا خلص، اشوفكم في فيلم جديد.